هناخد مقدار معلقة من كل عشبة. دي هشربها مرتين في اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة معانا الفيديو عبارة عن عشبتين بتعتبر من أهم الأعشاب لمريض السكر. معانا عشبتين بتعتبر بديلة للأدوية اللي بياخدها مريض السكر. أول عشبة معانا النهاردة اللي هي الميرامية، دي ليها تأثير مشابه لتأثير دواء الميتوفورمين بالظبط. بتعتبر مقاومة للسكري من النوع التاني والنوع الأول. كمان مش على قد كده بس، هي كمان بتخفف الأعراض المزعجة لمرض السكر زي التبول المتكرر، بتزيد من حساسية الأنسولين، بتحول النشا لطاقة، لأنها بتحتوي على مركبات بتحول النشويات لطاقة فبتخفض السكر. كمان بتنظم خروج الجلوكوز المخزن في الكبد وبتنظمه، وده بيمنع تذبذب السكر، ان هو كل شوية يكون مرتفع ومنخفض مش مستقر. بتخفض فرص الإصابة بالسكر النوع الثاني، وبتسيطر على مرض السكر تماما وبتمنع تطور المرض. دي العشبة اللي هي الميرامية، أول عشبة معانا النهاردة. تاني عشبة معانا اللي هي ورق الزيتون، دي بتعتبر أقوى منشط للبنكرياس. بيزيد كفاءة الجهاز الهضمي وعملية الهضم عند المصابين بمرضى السكر من النوع الثاني. كمان بتحسن حساسية الأنسولين، بتزيد من حساسية الخلايا للأنسولين، بتزيد من سرعة استجابة البنكرياس، وده بيقلل من تطور المرض برضو السكر من النوع الثاني. بتظبط مستويات الأنسولين وبتخفض معدلات السكر. كمان بتخفض الضغط جدا، الناس اللي ضغطها مرتفع ورق الزيتون بيخفض الضغط جدا. الناس اللي عايزة تخس برضو بتاخده، بينزل في الوزن. بتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. دي أوراق الزيتون. بيمنع تراكم الكوليسترول الضار، بيحمي من مرض الزهايمر. عشبتين الاتنين موجودين عند أي عطار وسهلين جدا إن احنا نتحصل عليهم. الوصفة النهاردة هناخد مقدار معلقة من كل عشبة، ميرامية، مقدار معلقة من ورق الزيتون. طبعا هغسلهم كويس قوي لان بيبقى عليهم اتربة وكده. ده بعد ما غسلناهم كويس هضيف عليهم مية مغلية وهغطيها من 5 ل7 دقايق. دي هشربها مرتين في اليوم. هنغطيها. دي هنشربها قبل الفطار بنص ساعة وقبل النوم. هناخدها مرتين في اليوم بس مش اكتر من كده. هتساعد ان هي هتظبط لي معدلات السكر، هتحسن لي حساسية الانسولين جدا. بتعتبر فعالة جدا جدا في تعزيز فعالية الانسولين. واحنا قلنا ورق الزيتون بيعتبر اقوى منشط للبنكرياس. العشبتين دول مهمين جدا جدا. اتمنى تتبعوا الوصفة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.